قصة ومعنى. تاجر الملح والحمار والذكاء اللي خسر. من قديم الزمان كانت الحكايات بتتقال عالظهرية وتتنقل من لسان للسان، وكل حكاية جواها حكمة، بس اللي بيسمع بعينه هو بس اللي بيفهمها بقلبه. والنهاردة هحكي لكم عن راجل طيب وحمار وحمل تقيل مش دايم. كان فيه راجل بسيط كبير في السن عايش وسط الجبال. شغله كل يوم ياخد الحمار بتاعه ويحط عليه شوال ملح ويمشي بيه لسوق بعيد. الطريق طويل لكن قلبه راضي. وفي يوم الحمار زلت رجله ووقع في جدول مية صغير، والشوال داب والوزن خف والحمار ارتاح. والراجل بس ابتسم وقال: سبحان الله، يمكن دي راحة لي. تاني يوم نفس اللي حصل، نفس الوقعة، نفس الجدول، نفس الابتسامة. بس الراجل لاحظ إن الحمار بقى بيقع عمداً، وهنا فهم إن في نية وراها حيلة. تالت يوم الراجل غير الملح وحط بدله قطن، والحمار اتعمد يقع، لكن القطن شرب المية واتقل أكتر من الملح، والحمار تعب واتعلم. بعد الدرس ده الحمار ما عادش يقع، والراجل ما قالش ولا كلمة، لكن علم، لأن مش كل حاجة محتاجة صوت عالي. أوقات الحكمة بتكون في الفعل. وفي نهاية الحكاية مش كل اللي بيقع مظلوم، ومش كل ساكت غبي. في ناس بتعلم بس بأدب، وفي دروس بتتقال من غير صوت. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير وحكايات فيها معنى. وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك إذا أعجبتكم القصة.